السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو عن تربية الحرباء في المنازل. الحرباء او اللي هي الحرباية زي ما الناس ما بتقول، دي نوع من الزواحف وممكن نربيها في البيوت. ده الشكل بتاعها، وهي معروف عنها ان هي بتغير لونها حسب الحاجة اللي هي واقفة عليها. بس هي ما عندهاش امكانية ان هي تغير كل الالوان. هي بتبقى الوان معينة حسب الضوء وحسب الحاجة اللي هي لمساها. بس بتاخد ما بين الاخضر والاصفر والبني والاسود والبيج. هي بتعيش في البيئة بتاعتها مثلا وسط الشجر، بس ممكن ان احنا نربيها في البيوت. وهي بتستخدم طريقة تغيير اللون ده لتمويه حماية لنفسها من ضد مثلا الطيور او الحيوانات المفترسة. وهي برضو عندها امكانية العينين بتاعها بتلف في كل الاتجاهات زي ما احنا شايفين، بحيث ان هي وهي واقفة مكانها تشوف كل الاتجاهات لقدام ولورا من غير ما تتحرك. الحرباية بتاكل الحشرات، ده اكلها الاساسي. الدبان مثلا، الديدان، الكروكت اللي هو الصرصور الليل. وممكن تربيتها في البيوت عادي. وهي بتاكل برضو الخضروات، بس يعني ايه بنسبة يعني، لكن اكلها الاساسي هو الحشرات. تمام. ممكن تتربى في الحوض الازاز اللي هو زي الحوض بتاع السمك، وممكن تتربى في بيت معمول من السلك زي اللي هو اللي بنربي فيه الحمام. انا حاولت اربيها في قفص عصافير، بس ابتدت تخرج من بين السلوك بتاعة القفص، فروحت مربياها في الازاز دوت. ويفضل طبعا ان هي تتحط في مكان فيه تهوية ويوصله شمس، او بنجيب لها لمبة يو في زي اللي بتتحط برضو في حوض الاسماك. تمام. تعالوا بس ايه نظبط لها كده البيت، لان انا فضيته وقلت ايه اظبطه معاكم. دلوقتي هنبتدي نزوق الحوض بتاعها اللي هي قاعدة فيه. انا جبت شوية احجار كده، وهبتدي احطها في البيت. تمام. وصدفة، هي بتحب تقعد على الصدفة دي قوي. فانا يعني لما لقيتها بقى بتحب تقعد على الصدفة دي، رحت حطها لها في الحوض بأي شكل انتوا طبعا تحبوا ترصوها. انا بحس ان هي بتزق الصدف ده، يعني دايما الزلط ده بحس ان هي يعني بتغير مكانه او بتزقه. تمام. احنا جري طالع معانا في الفيديو، هو بيحب يلعبها كده وهي بتخاف منه اصلا. تبتدي تدافع عن نفسها ان هي بتطلع صوت فحيح كده زي فحيح التعبان، وبتفتح بقها. هي مش مؤذية للبشر على فكرة، وغير سامة وغير مضرة بالإنسان طبعا. واحنا لو لاحظنا هي ليها ضوافر، دي بتستخدمها في تسلق الأشجار. تمام. احنا ممكن لو حد مثلا عنده غصن شجر او حاجة زي كده برضو يحطها جوه الحوض. بس انا عندي الغصن الشجر ده يعني اكبر من الحوض شوية،
ممكن اصغره عادي، بس يعني ايه مش حابة استخدمه، فمكتفية بالاصداف، وهي زي ما قلت لكم بتحب تقعد على الصدفة دي. تمام. بالنسبة بقى للاكل بتاعها، بحط لها شوية جرجير، او اي خضار عندي، وبحط لها طبق مية. نبعد بس الاصداف دي شوية. غطا كده بحط لها فيه مية. هي المفروض طريقة شربها ان هي بتلحس قطرات الندى من على الاشجار، ده في بيئتها الطبيعية طبعا. فانا ممكن ارش لها برضو بالبخاخ على الازاز بتاع الحوض شوية قطرات مية، بس بحس ان انا لما برش انها بتتضايق، يعني ما برشش عليها، انا برش على الحوض نفسه. بس بلاحظ ان هي بتبتدي ايه تتضايق، حتى جراي لما برش عليه ميه بيبتدي يتضايق. تمام. طبعا هي فيها انواع كتير، والنوع دوت اللي هو كاميليون ايجيبشن اللي هي المصرية. تمام. واللي بالنسبة للذكر هو اللي فيه إمكانية إنه يغير لونه، وتقريبا الخاصية دي مش في الإناث، عشان كده محبي الزواحف بيحبوا يقتنوا الذكور أكتر. وفي نفس الوقت هي انطوائية وما بتحبش تعيش في جماعات، يعني لو حطيناها مع مجموعة من الذكور بيبتدوا يتقاتلوا ويتصارعوا. فهي بتحب إن هي إيه تقعد كده لوحدها. وزي ما قلنا بتتغذى على الحشرات والخضار، ودي طريقة المية اللي هي بتشربها اللي هو رذاذ الماء. ممكن نحط لها برضو فكرة اللي هو الشجر الصناعي او الورد الصناعي، ونبتدي نبخ عليه. بس انا بحط لها برضو مية احتياطي في الطبق، بحيث ان الرذاذ ده ما بيقعدش كتير، فمحتاجة ان انا كل شوية ارش. فانا برش لها، وفي نفس الوقت بحط لها طبق المية. طبعا لازم نهتم برضو بنظافة الحوض كل شوية، عشان اي خضار مثلا لازم يبقى فرش. فلازم ننظف طبعا من بواقي الاكل ومن الفضلات بتاعتها. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. انا بس عايزة اوريكم يعني لونها من قريب. هي حاليا دلوقتي واخدة اللون الاخضر في بقع بيج كده. هطلعها لكم دلوقتي في البلكونة، وتعالوا نشوف ازاي ان هي هتتحول، ان البيج ده هيتحول لاسود. خليكم معايا. انا دلوقتي طلعتها في البلكونة. هنلاحظ ابتدت تظهر فيها البقع السوداء. شايفين ابتدت البقع السوداء تظهر فيها. ولونها اختلف من لما كانت في الأوضة. وجري جاي اهو عشان يلعب معاها. بص، بس
بس عشان ما تعضكش. لاحظتوا ازاي ان هي فتحت بقها وابتدت تطلع صوت الصحيح ده كأنها يعني بتخرج هوا، بتحاول تدافع عن نفسها. هو طبعا مستغربها وهي اكيد خايفة منه، وهي ما بتحبش ان البني ادم حتى يلمسها كتير. يعني هو بيقولك انت لما بتلمسها كتير كده بتضايقها، فحاولوا ان انتوا ما تشيلوهاش كتير لان هي بتتوتر وبتتعصب وما بتحبش طبعا اللمس، واكيد طبعا ما بتحبش جراي. هو عايز يلعب معاها وفي نفس الوقت خايف منها، مش واخد راحته في اللعب معاها. زي ما شوفنا بصوا اتحول لونها بقت بقع كده سودا مع الاخضر بعد ما كانت بقع بيج. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي يا جراي.